السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة فاطمة. كدايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ رجعت لكم هكا بواحد الفيديو جديد. تعطلت شويه على الفيديوهات اللي حطيت ديال فرنسا، ولكن هكا كنت نرتاح واحد شويه وما بغيتش هكا نعكز على اليوتيوب، حيت عرفت البنات كيعجبني نحط الفيديوهات في اليوتيوب بزاف ديال الاسباب، منها انني من بعد هكا واخا ما عنديش مشاهدات بزاف، واخا ما يعني انا ماشي من دوك اليوتيوبرات الكبار، ولكن كتجي واحد الوقيته ملي انا كنتفرج مثلا فيديوهاتي ملي كنت في المغرب، في طريق في المغرب، دوك الخرجات اللي كنت كندير، دوك لي روتين اللي كنت كنشارك معكم كيحمقوني نتفرج فيهم من بعد. كيعجبوني بزاف، كيبقاو لي دي سوفونير زوينين وهكا نتوما كنشارك معكم حوايج زوينين وجداد. المهم البنات اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه اسبانيه 100% تتشبه الباييه، ولكن سميتها فيدو. كيتصايب بحال الباييه بنفس الطريقه تاع الباييه، ولكن هي بالشعريه. هاد الشعريه اللي وريتكم في الاول، كاين جوج ديال الانواع رقيقه، ديك اللي كنصايبوا بها السفه، وكاين هذه اللي غليظه بزاف، هي اللي كتباع هنا في اسبانيا، غليظه بزاف على هذيك اللي كتباع عندنا في المغرب، ديك اللي كنديروا الشعريه بمطيشه. هذه غاديه للسباكيتي. صافي كيما شفتوني درت الزيت والزبده، ولكن واحد الاخت صحات لي بزاف ديال الحوايج درتهم، حيت انا زعما انا ما تنصايب، انا ماشي زبليونيه تنصايبها. المهم واحد السيده قالت لي نورمالمون ما كتحمرش بالزبده، ولكن انا عجبتني الزبده. المهم نورمالمون هي كتحمر بالزيت. كيما شفتوني حمرت ديك الشعريه مزيان في المقله ديال الباييه في الزيت والزبده مزيان. بعد حيدتها ودرت البصله، عندي البصله مقطعه تتحمرت واحد شويه، وزدت عليها داك الحوت مخلط كيتباع كونجلي، فيه كل شيء، فيه الكروفات، فيه دوك ليمون، فيه كل شيء. ديتو وجبتو هكا شويه في ديك النار مجهده باش ما يطلقش الماء ديالو، وزدت عليه الفلفله، زدت عليه جلبانه، وانت هما شحرتهم شويه. جلبانه صراحه كان حنايا عندنا غير كونجلي هنايا، شحرتها مزيان. صافي من بعد هكا كنزيد العطريه، درت واحد الضامه ديال الحوت، درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، التبزيره العاديه، شويه ديال التحميره. ومن بعد درت مطيشه، انايا مطيشه عندي طريه ودايرها في كونجيلاتور، كنطيبها شويه وكنطحنها، كنجمعها في ساشيات في الكونجيلاتور. درت تقريبا جوج ديال المطيشات كيما شفتوا معايا. هي مطيشه راني كنفتت فيها، عرفتو كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. كيما قلت لكم كتشبه الباهيه، ولكن هي ماشي بالرز، بالشعريه. صافي هكا تذهب لي هذيك مطيشه، ومن بعد زدت شويه ديال لاصوص طوماط هكا ليكيد باش تجي هكا حمراء ومحمضه. شويه تاع الملح. هاد الساشيات، هاد اللعيبات اللي كيتباعوا زوينين، فيهم كيما قلت لكم كلشي، الحوت الابيض مقطع، فيهم كلشي زوينين. صافي ومن بعد زدت هذيك الشعريه تقريبا الباكيه، خليت فيها غير واحد شويه، تقريبا درتها كلها. صافي وعاوتاني رديت هذيك الشعريه باش تشرب من ديك لاصوص، ديك مطيشه، داك الحوت، ديك الخضره، رديتها هكا. ومن بعد مرقت بالماء. نورمالمون هو كاين واحد المرقه ديال كالدو كيقولوا له هنايا، مرق ديال الحوت كيتباع، هو اللي كيديروا الناس، ولكن انا جايني الشك فيه. ما عرفتش علاش، يعني مازال ما سولتش شي حد يعني هكا اللي تيفهم مزيان. انا جاني الشك فيه بلي فيه الشراب، فيه الكحول. داكشي علاش ما عمرني ما خديته. كنت شفت واحد الوصفه مشيت ناخذو، ولقيت بحال شكيت في دوك لي زانغريديون اللي فيه، ولكن مازال الصراحه ما سولتش عليه داكشي. ولكن هي كتصاوب بهذاك الكالدو، بهذاك بلاصوص مرق ديال الحوت، كيتباع هكا بحال الحليب، راه كيتباع عندنا حتى في المغرب. هو اللي كيديروا به دابا في بلاصه الماء. صافي ومن بعد كنت مسخنه الماء، فيما كتشرب كنزيد لها الماء، فيما كتشرب كنزيد لها الماء حتى طابت. كتاخد شويه الوقت، من بعد ما كنحركها ما والو، غير نزيد لها الماء. شوفوا معايا، هي دابا راه تبقبق. داكشي علاش درت الضامه ديال الحوت، بحال اللي عوضت لي داك الروا.
صافي هنايا خليتها كطيب، كي ممكن شدت شويه الوقت، خليتها كطيب مزيان. ومن بعد صافي ملي طابت وشربت يعني عرفتها طابت، دخلتها واحد 5 دقائق للفران. الفران سخون مزيان وشعلت عليه الفوق والتحت ودخلتها الفران. كتجي روعه، كتجي واعره الناس، بحال داك الفران تيعطيها بحال واحد شي حاجه هكا الفوق. شوفوا معايا كتجي واعره. وهذه هي الفيدوه ديالي، جات خطيره، جات زوينه 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 بزاف. ماشي ضروري ديروا فيها كاع هاد الحوت، تقدروا مثلا غير حوت بيض مقطع ديروا فيها. وبحال باي هنايا الصبريو كيديروا فيها حتى الدجاج، جنيوحه تاع الدجاج كيقليوهم هما الاولين، عاد كيديروا الحوت، عاد كيديروها مخلطه ما بين الحوت والدجاج، حتى هي كتجي زوينه. صافي هذا هو البلا ديالي اللي شاركت معكم. وهذا النهار هذا كانت لعبه اسبانيا والمغرب. صراحه واخا كنت صورت هاد اللقطه فاش سجلنا داك الهدف، ما عرفتش شنو وقع لنا عرفتش. ولكن صراحه الدراري لعبوا مزيان لعبوا مزيان لعبوا مزيان. وهنا لاحظت واحد الحاجه عند الناس الاسبان، ماشي بحالنا كيحتفلوا داك الكورتاج فاش كنربحوا داك الشيء عادي عندهم، عادي ما كتسمعوش الحس. عرفتوا راه ربحوا كاع داك الاولمبياد، ما كتسمعوش الحس، ما كتسمعوهاش عادي عندهم. صافي هنا في العشيه هدي واحد نهار اخر غدا عليه مشيت لبيبكو. كنت باغيه نشري دوك البوديات اللي كيطرقوا لتحت لبنتي الصغيره، بغيت لها عندها تريكويات نصكم، ولكن بغيت لها بحال صوبيطمات دي بودي هكا كيتلبسوا مع الكسيوات باش ليكوش ما يتزعزعش. ساعه لقيت بيبكو كيما تشوفوا خاوي ما فيه حتى حاجه، كانوا عاد تما الكراطن كتحل فيهم ومبقى ما رجعتش باش ناخذهم. صافي هكا نضرب بكم دويره تشوفوا شنو كاين. كاين هاد بيبكو هذا مخلط فيه الماعن، الحويجات ديال الدراري الصغار ديال الكبار، كنلقى فيه بزاف ديال صراحه اغلب ديال الحوايج ديال بناتي كنشريهم من هنا. كيشبه شويه البريمارك، حتى لي بخي ديالو بحال البريمارك. صافي هنا كانوا خاصني واحد الشبيكات. عرفتوا هنايا دابا نقول لكم انا شنو وقع لي. انا عشت في المغرب بزاف، انا مولفه الاسمده تاع المغرب، مولفه دوك المحلات تاع 5 دراهم تاع 260، كنشري شبكه 260 كتحمق. هذيك الشبكه تاع 260 في المغرب هنا كدير 4 اورو 5 اورو 3 اورو. يعني كيجيني يعني مازال ما ولفتش شي حوايج، مازال ما ولفتش بزاف. صافي هنا كانوا خاصني واحد الشبيكات، خديتهم للثلاجه هكا باش ننظمها حيت عندي صغيره وكتبقى مرونه، شريتهم نظمتهم لي فنين. صافي هنا كنوريكم هاد القطاعات. عرفتوا البنات ملي مشيت لفرنسا ما وريتكمش داكشي اللي جبت قطعه معايا من فرنسا. غادي ان شاء الله نديرو نوريكم مشترياتي من فرنسا. جبت معايا قطعه من فرنسا عجبتني ولقيتها بروموسيون وانا نجيبها خشيتها في الباليزه. عرفتوا جبت معايا شي حوايج واو. شوف معايا القطعات تاع الخشب، عندي قطعات تاع الخشب هذه اللي جبت معايا بلاستيك وكبيره. هاد بيبكو فيه كيما قلت لكم حويجات زوينين وناقصين يعني في الثمن، يعني ثمنهم كتحسي بالثمن مناسب. دوك القريعات وداكشي هادو هما اللي عندي منهم بزاف كيديروا 2 ديال الاورو. دوك الغليقات ديالهم فنين الله يعمرها دار، ما كيتصداو ما حتى حاجه. وهذا هو بيبكو، يعني كنضرب بكم هكا دوره كامله. عندهم داكشي تاع البيكنيك تاع البحر، كيجيبوا لي تيم تاع الخريف عاوتاني تاع عيد الحب تاع راس العام. دابا عرفتوا تخيلوا راهم بداو كيحطوا شي حويجات تاع راس العام في المحلات، فواحد تيدي وفي هذا بداو تيوجدوا راس العام. صافي شهر 9 كتلقاو كلشي ديال راس العام. كنت هاد النهار خرجت غير انا وبناتي. صافي المهم ما لقيت حتى حاجه، شريت غير شي حوايج ما لا تذكر. مشيت هنايا الماركادونا، كان خاصني واحد الفرماج كيعجبني كنديرو في خبز كناكله، ولا كلاص لبناتي. المهم شو ماركادونا كتدخلوا غير على خبزه ب50 سنتيم ولا باغيطه ب50 سنتيم كتخرجوا المهم الا كان عندك كلشي الدار كتخرج ب20 15 ديال الاورو والله العظيم. عرفتوا هاد ماركادونا ما نعرف اشنو دايره لنا، راه ماشي غير انا اللي كنقولها، راه كلشي تصب اليوم كيقولها. كتدخلي كتخرجي هازه. صافو هنايا بلاتي كانوا كيختاروا في لاكلاص اللي غادي يديو.
دينا هذاك الميني سايت هذا فن البنات، هذا المهم بنات اسبانيا، هذا اللي ما جرباتو زوين. من بعد دينا هذا ولكن صغيور بزاف، انا ما كيعجبنيش وما عجبهم. صغيور فيه 12 ولا ما عرفت 6 ولا صغيور فيه 12، صغير بزاف. وهنا كنا كنتسناو الفيله باش غادي نخلص، وهنايا غادي نضرب لكم دوره هكا برا، حيت واحد البنت قالت لي زعما صوري لنا اكثر يعني بحال هكا دوك المحل برا المحل داخل. ايوا كنحاول انني نتفكر ونصور، حيت بعض المرات دائما ما بقيتش نصور اليوتيوب، نسيت نهز الكاميرا. بعض المرات كنشوف شي حاجه زوينه حتى في فرنسا وقعت لي بزاف ديال الحوايج ما صورتهمش حيت نسيت صافي. وهنايا تشهيت الكواخاطه، هذا كان يوم اخر كنت شهيت الكواخاطه عرفتو، وانا عندي زعما الكواخاطه حتى ذوبت هذاك السكر، درت كاس ديال السكر ذوبته درتو في هذا المول. هذا المول كنت شريته من الشينوا، ما خليت ما درت فيه الروز، درت فيه الكيكات بالانواع ودرت فيه الفلونات بالانواع. مهم درت داك السكر، من بعد ما داب ودرت اطرو ديال الحليب، ودرت واحد العلبه صغيره ديال الناطا ديال لا كريم فريش فيها 200 ولا 250 ملي، حتى هي زدتها. انا كنحلها باش نلقى فيها حتى حاجه. وملي قلبت على الكواخاطه لقيت ما عنديش، زدت واحد الفاني، ومن بعد درت 3 ديال الفلون جابون، حتى هو جا زوين، ولكن ماشي بحال المذاق تاع الكواخاطه صراحه المذاق ديال الكواخاطه سبحان الله كيعطي واحد المذاق في الشكل. عاد تقديت وعاد جبتها، كنجيبها كل مره كنجيبها كتبقى عندي ديما. صافي زدت واحد 3 ديال المعالق ديال السكر وصافي. ومن بعد شديت اللوز والكركاع طحنتهم مزيان وزدتهم، كانوا عندي شويه محمرين وطحنتهم في الهاشوار وزدتهم صافي. وبقيت كنحرك، من بعد درتها في داك المول وخليتها كتبرد برا، ومن بعد درتها في الثلاجه. هكا في الليل كتعجبنا ناكلو شي حاجه بارده، خصوصا مع الصهودات حتى الماكله كتجيك صعيبه انك تاكلي شي حاجه سخونه، فهمتوا؟ كتبقاي داك الحراك وداك الشيء ما تنقدوش. يعني في الغالب تناكلوها كديسير فلون، واخا كنتعشاو شويه بكري، ولكن في الليل كتبقى حاجه بارده صافي. وهذا هو الفلون ديالي، جا زوين بزاف. جربوه، يعني اي فلون ديروا فيه لداخل مكسرات مطحونه كيجي بنين. وهذا هو الفلوق ديالي ديال اليوم، شاركت معكم نهاري، شاركت معكم هكا وصفات، نتمنى يكونوا عجبوكم. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي ندير المشتريات ديالي من فرنسا. ما غاديش نصور بزاف، ولكن غادي نحاول اني نصور معكم اكثر الاشياء اللي عجبوني وشريتهم من فرنسا. لهنا الحبيبات نقول لكم خليتكم على خير، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.